السلام عليكم ومرحبا بكم عندي في قناتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقه تحضير حرشه في الفران. كتجي رائعه كيف ما كتشوفوا، كتجي غزاله، كتجي محمره من الفوق ومن التحت، كتجي لذيذه ما تشبعوش منها. واللي كيشوفني اول مره كنتمنى دير لي ابوني وجيم وفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. غادي نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا غادي ندير هنايا نصف كيلو ديال السميد رقيق الخاص بالحرشه. انا عبرت بهذا الكاس، درت نص كيلو. غادي نغربلو مزيان. وغادي نضيف ليه هنايا 2 معالق ديال السكر حبيبات، يعني سنيده. وغندير فاني ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز وخميره ديال الحلوى ومعلقه صغيره ديال الملحه. غادي نخلط النواشف مع بعض كيف ما كتشوفوا، تنسجموا لي مزيان مع السميد. دابا غادي نضيف نص كاس ديال الزيت كيف ما كتشوفوا، وغادي نبسبسها مزيان بالزيت. بهذه الطريقه هذه ضروري تبسبسوها بالزيت هو الاول، عاد نضيفوا الماء. وصافي هنا من بعد ما بسبسها مزيان بالزيت غادي نضيف دابا الماء يكون دافي، يعني عينكم ميزانكم، تبان لكم ولا شويه جاريه صافي. وحاولوا انكم ما تدلكوهاش، يعني غير فقط تجمعوا غير بالاصابع. كتعرفوا الحرشه ضروري خصها ما كتدلكش باش تبقى تجينا محبه وتجينا حرشه، يعني ما تجيناش يعني معجنه بحال الخبز. صافي هنايا هذا هو القوام ديالها كيف ما كتشوفوا. ما غاديش نضيف الماء، غادي نخليها واحد 5 دقائق حتى تشرب مزيان، عاد نرجع لكم من بعد. وصافي من بعد ما دازت 5 دقائق كيف ما كتشوفوا راه شربات مزيان. انا خديت هاد المقله الثقيله اللي غندخل الفران، دهنتها بالزيت ورشيت فوق منها السميد، وغادي ندير فيها الحرشه كيف ما كتشوفوا. غادي نقادها فيها مزيان. راه شربات كيف ما كتشوفوا. وغادي نحاول اني نقادها باش تجيني خبزه مقاده. المهم انا غادي نقادها مزيان. نخليكم مع الفيديو ونرجع لكم من بعد. كنرش السميد من الفوق كما كتشوفوا باش تجيني مقاده وما تجينيش كتلصق من الفوق. غادي نستعن بمعلقه كما كتشوفوا، غادي نقاد الجوانب باش تجيني مقاده مزيان بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا.
وصافي هنا من بعد ما قاديتها كما كتشوفوا غادي ندخلها للفران حتى تحمر من الفوق وتحمر من التحت، عاد نخرجها من الفران. وهذا هو الشكل ديالها، كتجي رائعه من بعد ما خرجتها من الفران، راه محمره من الفوق ومن التحت. غادي نقطع معكم طريف باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل، كتجي رائعه، تجي هشيشه وكتجي لذيذه. وهذا هو الشكل ديالها من الداخل كيف ما كتشوفوا، كتجي رائعه هشيشه وكتجي لذيذه، ما تشبعوش منها، غير جربوها ردوا عليا. تجي محمره من الفوق ومن التحت، طيبه يعني راه طيبه على حقها وطريقها، ما كتاخذش بزاف الطياب، يعني دغيا كطيب. وشكرا لكم على المشاهده، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.